السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة وخير يا رب. اليوم راح أقدم لكم وصفة شوربة الدجاج ويا العدس. راح نعطي المقادير: كوبين عدس بعد ما غسلته وسلقته وهرسته حسب طريقتكم انتو بالهرس. صدر الدجاج، أخذت صدرين دجاج فلسته ناعم. طبعا بعد ما وضعته سلقته وخليته بالجدر وخليت البهارات كطريقة البرياني متعملونها على مود تستفادون من الماي تخلونه بشوربة العدس. راسين بصل ثرمته ناعم ومعدنوس ناعم. وأخذت اليوم شوفان على مود تكون صحية أكثر بالشوربة، ملعقتين أكل شوفان وإذا حابين تزيدوها. وأخذت ملعقتين أكل فلفل الأسود وملعقتين أكل كمون وملعقتين أكل ملح طبعا حسب رغبتكم. وهذا ماي الدجاج راح أستخدمه إن شاء الله بشوربة الدجاج والعدس. هذا الشوفان والعدس الأحمر. أعزائي المشاهدين، بعد ما نوهنا بالبداية الفيديو بالمقادير، هسه خليت ملعقتين أكل زيت الزيتون أو حابين أكثر، وراح أحمس البصل إلى أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي. بعد ما حمست البصل وانتظرته إلى أن أصبح لونه ذهبي، راح أقوم بإضافة هذه المواد اللي ذكرتها سابقا وانتظرها إلى أن تفور. أعزائي المشاهدين، بعد ما قمت بوضع المواد كاملة وخليتها على النار، خليتها تفور. طبعا راح أخليها على نار هادئة مدة من 5 إلى 7 دقائق على مود تتجانس المواد مع بعضها، وخاصة المعدنوس. هالمرة ما ضفت طبعا شعرية لأن حبيت أنه أبدلها بالدجاج، وكل واحد حسب طريقته. أكو ناس تسوي شوربة العدس ويا الشعرية أو بدون شعرية. هالمرة أنا حبيت أضيف الدجاج بطريقتي الخاصة ويا المعدنوس. أعزائي المشاهدين، بعد ما انتهيت من عمل شوربة الدجاج ويا العدس، حبيت أن أسكبها في بعض الأطباق الخاصة بها وزينها بالمعدنوس والليمون. وطبعا هذه الشوربة أكيد راح تكون مفيدة إن في شهر رمضان القادم. مثل ما تعرفون إنه شهر رمضان على أبواب. يا رب يجعل شهر رمضان خير وسلامة علينا وعليكم وعلى الأمة العربية أجمع، لا فاقد ولا مفقود. إذا عجبكم هذا الفيديو أرجو منكم دعمي في قناتي البسيطة بالشير وإعجاب وسبسكرايب، وانتظروني في فيديو آخر من مطبخي المتواضع، مطبخ زور البصراوي. مع السلامة، شكرا لكم.